بالمناسبة يعني ديننا علمنا كده، ديننا علمنا الانصاف، ديننا علمنا ان مهما اختلفت معاك فكريا انا لازم انصفك. هذا ديننا، هذا ديننا يا شباب، يا شباب الفيسبوك والتويترز ويا شباب الجامعات ويا ابائنا ويا امهاتنا، يا كل واحد عايش على الارض ده اهي، يا كل واحد نفسه الاسلام يبقى اعظم دين في الدنيا. هذا ديننا. انا يعني الشهور اللي فاتت يعني نتيجة الاعلام المضلل للاسف الشديد اللي احنا كونا بناره، اللي انا طلعت الحلقة دهيت ولا زالت اعراضنا واعراض الدعاء الى الله بتنهش نهشا على هذا الاعلام المضلل ده. طلعت فيه اشاعة على دكتور محمد البرادعي ان بنته متزوجة واحد غير مسلم. الاشاعة طبعا صعبة يا اخواني، يعني وللاسف الشديد للاسف يعني كثير من المصريين كانت الصورة مشوشة عندهم في هذا الامر. انا بقول كده بمناسبة ان لازم كلنا نتوحد على المطالبة بشرع ربنا، لازم كلنا نبقى ايد واحدة واحنا بنقول معاك يا رب، مصر معاك يا رب، مصر معاك وعلى العهد يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني ومؤخرا طلع دكتور البرادعي وانكر بنفسه يعني، وهو ده الجديد اللي حصل. طلع مؤخرا وانكر بنفسه هذا الكلام. احنا طبعا بنصدق الرجل، بنصدقه ويعني بنصدق ما قال. عشان كده يعني انا نيابة عن كل واحد قال هذا الكلام، نيابة عن كل واحد ردد هذا الكلام، يعني انا باسمي وباسم اي حد رد هذا الكلام يعني بنقدم اعتذار لدكتور البرادعي. هذا ديننا يا جماعة.